الموضوع ده هيخلي الفار يلعب في عبي، وقرر اقضي كواليتي تايم من النوع اللي بتحبه دهب بنتي، وننزل رصة الكتب اللي في مكتبتي كلها على الارض ونقعد ننكش بقى. وبدات ادعبس جوه زخانيق سطور كتب التاريخ وصفحاته المستخبيه. لقيت حاجه لخبطتني اكتر. اللي كتب عن الشده المستنصريه كان مؤرخ اسمه ابن الطوير، ونقل عنه ابن كثير، فنقل عنهم ابن الاسير، قام جاي ابن اياس وقال اشمعنى انا، فقام ناقل عنهم هو كمان. كلها كانت نسخ مكرره من حدوته واحده لمؤرخ واحد كان اصلا شغال باش كاتب في البلاط الفاطمي. يعني مين يشهد للعروسه؟ ده غير ان اول حد كتب عن الحكايه دي بعد الباش كاتب كان ابوك الحاج المقريزي، اللي جه بعده ب 300 سنه، وكلامه كله كان منقوب بالمسطره. وطبعا النقل بالمسطره ده ما يمنعش ان كل اسطى فيهم بيحط التاتش بتاعه ويزود فلفل وشطه الحكيوه. كلهم كتبوا عن الخليفه ومامة الخليفه ومرات الخليفه والزومبي اللي منظرهم جاب اكتئاب للخليفه، بس ما حدش جاب سيره الفلاحين والزرع والارض غير انها بارد. المهم، مش هطول عليكم. الخليفه فاكرين اسمه؟ المستنصر بالله. هيبعت لامير الجيوش بدر الدين الجمالي القائد العسكري الارمنلي، يطلب منه انه يحط شبشب في رجله وياخد اول مركب جاي على مصر، ويجي يشوف حل في موضوع القطط والكلاب لو بقتش موجوده في الشارع ده. وقد كان. يوافق بدر الدين الجمالي على طلب الخليفه، ولكن بشرط واحد بسيط، انه لو جه هيجي برجالته وجيشه. بيوافق طبعا الخليفه. بعد 7 شهور يوصل بدر الدين الجمالي مصر، ويحط المقريزي بقى التاتش بتاعه، ويقول ان بمجرد وصول ديك البرابر خلاص الامور اتظبطت والفوضى خلصت والحياه بقى لونها بامبي، وان سبع البرومبا اللي ما جابتوش ولاده قطع لسان الناس الوحشين. قفشت انا بقى في موضوع الناس الوحشين ده، وبدات النكشه تحلو، والقصاقيس المستخبيه تحت سجاجيد القصور طراطيفها تنادي عليا. اتكعبلت في كام سطر كده في صفحه من كتاب لمؤرخ مصري اسمه ابن ميسر، بيقول ان بدر الدين الجمالي صلب 40 فلاح مصري في يوم واحد وعلقهم على بوابات حارات القاهره. بعيدا عن ان الرقم ده اكيد مبالغ فيه، بس موضوع ان عركه يوصل صوت زعيقها لبوابات القاهره ده بيقول انها ما كانتش حاجه صغيره، ده كان حوار كبير ومسمع لدرجه انه قلق منام الخليفه ووزيره. وبكده ابقى اخيرا عثرت في المصريين اللي ما جاتش سيرتهم غير في موضوع الزومبي واكل الرمم ده. وده بالنسبه لي كانت اول طرف في اول قصقوصه هربدها الزمن وخباها صناعيه رد التاريخ على البارد تحت السجاجيد، وتاخدني النكشه لنكشه تانية اتخن منها. واعترت على آلة زمن خلتني اسافر للايام السوداء بتاعت الشده، واشوف اللي مقص المونتاج حذفه.